بص يا حبيب اخوك، اتمنى قبل ما نبدا الفيديو طبعا في جدل كبير بحيث الزمالك يلعب ماتش قمه او ما يلعبوش. طبعا اتمنى تصلي على النبي، تقدر اخواتنا في غزه، وما تنساش اللايك بتاعك الجميل والسبسكرايب. طبعا الزمالك كلام كتير في السوشيال ميديا اعلنوا ان الزمالك مش هيلعب ماتش القمه. طبعا مارسيل كولر مدرب ذكي قوي يا جدعان. اعلن عن قائمه الفريق اللي هتلعب ماتش القمه. طبعا محدش يقول لي هات صوره محمد شحاته ليه، لان التليفون عامل له سوفت، ماشي مش مهم، مش موضوع. طبعا مارسيل كولر اعلن على القائمه بتاع الماتش. طبعا مختار عناصر ما تلعبش حجز خماسي. ليه بقى؟ ليه يا مارسيل يا كولر؟ عشان يستفز جمهور الزمالك ومدربين الزمالك ان هو يلعب الماتش ونتفاجئ بتغيير. طبعا هو مش خوف، بل هم بيتكلموا في حاجات اساسيه الكوره وعملوا شكوى للاتحاد الدولي عن قائمة الرابطة، عن رابطة الأندية. طبعا أنا شايف إن كل دوت الزمالك صح فيه، والزمالك ما انسحبش من ماتش الأهلي. بس أنا من جوايا عايز الزمالك يلعب، بالذات بعد ما شفت القائمة بتاع ماتش الزمالك والأهلي. قائمة الأهلي ما تلعبش حجز خماسي. ثانيا انا يا جدعان بحاول ابقى محايد بين الاهلي او الزمالك. طبعا الاهلي كلنا عارفين ان هو ممكن يكون واخد صيت زياده عن اللازم. الزمالك ما بياخدش حاجات زيه. معاك في ده كله وجهة نظر الزملكاويه. انت برضو حط مكانك، حطني انا مكانك وانت مكاني، فاهم قصدي؟ فاللي هو يا جدعان هو سور الجدل كتير، واللي قدامك على الشاشه دوت لسه طالع من حوالي 15 دقايق. هنشوف في اخر الساعات ايه اللي هيجرى وايه اللي هيحصل. ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب.